الحمد لله مقدر الأرزاق والآجال، سبحانه العليم بتقلبات الزمن وتغير الأحوال، فللدهر أرباب وكل حال بعدها حال، وصاحب الأيام في غفلة وليس للأيام إغسال، كم أبلت الدنيا منا وكم أفنت وكم تقضي وكم تغتال، فلا تغتنمن إلى القصور الفاخرة واذكر عظامك حين تمسي ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب إن العيش عيش الآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنه لا بد لك من لقائي، فمهما امتد بك الأجل والعمر فمصيرك إلى زوال. يا ابن آدم لا بد لك من الورود علي، فعش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، فمهما امتد بك العمر فمصيرك إلى زوال. فجدير بالتواضع من يموت، وحسب المرء من دنياه قوت، فما للمرء يصبح ذا هموم، وحرص ليس تدركه النعوت، فيا هذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوت. يا ابن آدم لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي، أذكرك أفعالك وأخفي عليك أعمالك، فإذا أيقنت لا محالة بالبوار وأيقنت أنك من أهل النار وليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الذنوب والأوزار وقلت لك لا تحزن، فمن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. مصيرنا جميعا إلى الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك. فدقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني، فمن كان مؤمنا بالله حق الإيمان فلا يبيتن إلا وأجله بين عينيه.
وعد نفسه مع الموتى ولن يعد غدا من ايامه، فالغد مجهول، فانت لا تملك البقاء لنفسك الى الغد او الى لحظة، فعليك ان تستعد وان تتأهب وان تتزود بخير زاد وهو التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليلنا لتعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حين من الدهر. الراحل رحمه الله نشهد أنه كان من الصالحين وكان من أهل المساجد. إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. كان من أهل صلاة الفجر. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وإن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبض عليه فيبعث المرء على ما مات عليه. فنسأل الله حسن الخاتمة. ومن حسن الخاتمة للراحل رحمه الله أنه كان مصليا، مات على طهر، مات بعد صلاة العشاء. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل بأكمله. صلى العشاء ثم قبض فجأة بلقاء ربه، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل تلك الميتة في ميزان حسناته وتكفيرا عن سيئاته، وأن ينزل الصبر على أهله وذويه، وأن يبارك له في عقبيه من بعده، إنه على ما شاء قدير. اللهم انزله منزل الشهداء. اللهم من الشر الصالحين. وكان مؤمن في خلق حسن، وما من شيء أثقل في ميزان حسنات المؤمن يوم القيامة من خلق حسن يحيا به بين الناس. اللهم اجمع بيننا وبينه في مستقر رحمته، آنس قدر وحشته وارحم غربته، اجعل قدر عليه روضة من الجنة، ادله دار الخير من داره، واهلا خيرا من اهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، اسل من خطاياه بالماء والثلج والبرد، انزل الصبر على اهله وذويه، انك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.